ده يا جماعه موتوسيكل بيمشي بالكهرباء. والجميل في الموضوع ان هو مش بيمشي بالكهرباء بس، لا انت هتغير الباتري بتاعته وتقدر ترجع الشحنه 100% في اقل من دقيقه واحده. ناخد لفه الاول وبعد كده ايه نوريكم الموتوسيكل ده بيعمل ايه، بيشتغل ازاي بقى يا شباب. يلا كده اشتغل الموتوسيكل. يلا ها، ما اشتغلش لسه، بفتح كونتاكت واقفله. هي الكهرباء كده يا جماعه بقى، يعني بصوا مفيش صوت، موتوسيكل اهو شغال وداير. بصوا انا كده ماشي مفيش صوت خالص. هرجع لك تاني. بسم الله ما شاء الله، وبيجري كمان. شايفين يا شباب، عشنا وشفنا الموتوسيكلات بتمشي بالكهرباء. والجميل بقى في الموضوع ان انت هنعمل دلوقتي حاجه جامده جدا ومش موجوده في مصر. شفناها في الشركات بره مصر، وشركه صينيه وشركه نيو عاملاها. احنا هنا في مصر بقى عملنا الموضوع الجميل ده. ايه هو بقى؟ انا ما كدبتش لما قلت لكم هنغير الموتوسيكل، هنغير بطاريه السكوتر في دقيقه واحده. هنا مكان الباتري بتاعه الموتوسيكل، تمام، بنقدر نعمل كده وبنشيل الباتري بتاعته كده بكل سهوله. ده لو في حاله البطاريه فصلت شحن. بحط البطاريه هنا كده في البوكس ده وبطلع الفيشه. طلع الفيشه الاول كده وتحط البطاريه. وبعد ما تحط البطاريه كده انت كده خلاص بقى الموتوسيكل بتاعك ما فيهوش بطاريات خالص. بنعمل ايه بقى يا شباب؟ بنقفل، وبعد ما نقفل بنلاقي باب تاني اتفتح عندك تحت. بتلاقي بطاريه جاهزه للاستخدام مشحونه على الاخر، تقدر تمشيك 80 كيلو تاني. هنعمل كده، ناخد البطاريه ونحطها في البوكس تاني زي ما انتم شايفين كده. انا حطيتها غلط. غلط صح؟ بالعكس كده. خلص الموضوع على كده يا شباب. بنحط الفيشه تاني والموتوسيكل بتاعك جاهز للمشي على طول. عايز اقول لكم انت عقبال ما تنزل تشتري زيت بيبسي فانت هتاخد وقت اكتر في تغيير البطاريه علشان تمشي. هنعرف كل حاجه دلوقتي. انا دلوقتي هجرب لكم بطاريه دلوقتي مشحونه تاني. دوسنا كده والموتوسيكل برضو جاهز للمشي معاك على طول. شفت سرعه بقى احسن من كده؟ اظن مفيش. طيب تعالوا كده نقعد مع بعض نعرفكم احنا بنعمل ايه هنا، والشركه دي هتقدم ايه. شركه بلو اي في هتقدم ايه في الماركت بتاعنا، والخطه التسويقيه بتاعتهم، وكم محطه هتتفتح، والحاجات الكتير اللي احنا عايزين نقولها دي. طبعا النهارده معايا صديقي احمد زين، رئيس لجنه الطاقه النظيفه بالغرفه التجاريه. احنا النهارده جينا عملنا زياره. احنا عملنا زياره النهارده للمصنع. هو اول مصنع من نوعه يتعمل في مصر. المصنع الفكره فيه ببساطه شديده هو بيقدم فكره الباتري سواب او فكره تبديل البطاريه. ممكن نوريهم صوت وصوره احسن. هو فكره تبديل البطاريه ان انت المشاكل اللي بتقابل الناس كلها ان انت موتوسيكلك ده بيصرف عليك زيوت وبيصرف عليك صيانه وبيصرف عليك قطع غيار والكلام ده كله. انت بترتاح من القصه دي خالص بانك بتشيل الموتور وبقى عندك بطاريه مش بتاعتك. البطاريه دي انت بتاخدها بنظام الباقه زي الموبايل بالظبط. حلو الموضوع ده. وبتاخد بتيجي تركب الموتوسيكل بتاعك، تخلص الشحن، تدخل تبدله في دقيقه في الكشك في القهوه في اي مكان، وتبدل البطاريه وتاخد الموتوسيكل تاني وتمشي. الجميل بقى في الموضوع يا جماعه ان المحطات دي بتشتغل على الشحن ال 220 عادي. فانت بعد كده هتلاقيها جنب الخطه التسويقيه بتاعه الشركه بتاعه بلو اي في، انها هتبقى جنب الاكشاك، جنب المطاعم، بحيث الناس اللي شغاله دليفري او شغاله اوبر وكريم هو يا دوبك لو كان لقمه او عايز ياخد ريست يشرب حاجه من كشك اي حاجه يشتري اي حاجه، هيفك البطاريه بتاعته ويحط البطاريه الجديده. طيب المنظومه دي هتشتغل ازاي؟ المنظومه دي هتشتغل بالابلكيشن، موبايل ابلكيشن هتعمل كيو ار كود. هتفتح معاك هتبين لك هنا ان الباتري المشحونه في انهي بوكس فيهم. هيقول لك مثلا رقم 7 مشحونه. بعد كده وزي ما انتم شايفين المنظر ده هيبان عندك على الابلكيشن، هيبان لك انهي بطاريه المشحونه تقدر تاخدها وتشحنها. طيب الجديد في الموضوع ان الابلكيشن برضو عامل زي الابلكيشن بتاع انفينيتي واوبر وشركه شاحن بالظبط. بيبين لك اقرب محطه تشحن فيها فين،
وتقدر تحجز لو انت داخل على المكان وبطاريتك ما فيهاش الا 5 6 كيلو، تقدر تحجز الباتري. مثلا انا هحجز الباتري في بولاق الدكرور في امبابه، هحجز البطاريه رقم 6 في المحطه دي اللي في شارع مثلا كرداسه. هتحجز لك، هيعمل لك هولد او هيعمل لك حجز على الباتري لمده ربع ساعه، بحيث ان انت توصل تلاقي البطاريه بتاعتك محجوزه، بحيث ان انت ما تكونش شايل ريسك تلاقي حد دخل خد البطاريه اللي انت حاجزها. فدي نقطه جامده جدا وتحيه كبيره عليها. والجميل بقى في الموضوع ان انت مش حامل هم البطاريه، يعني الناس كلها كان عندها تخوف بالظبط، البطاريه دي نقطة جامدة. لما تبوظ انا هعمل فيها ايه وهشتري بطاريه غاليه وبتاع. انت هنا مش حامل هم البطاريه خالص، انت معاك موتوسيكلك زي ما هو، تقدر ان انت يا اما تشتري موتوسيكل جديد او تحول موتوسيكلك زي ما هو لموتوسيكل بيعمل بالكهرباء، ومش حامل هم البطاريه تقعد 5 سنين 7 سنين 10 سنين مالكش دعوه، انت البطاريه مش بتاعتك، انت بالظبط. بتخش تغير بطاريه ما عليكش غير انك تضيع دقيقه من وقتك تغير فيها البطاريه وتمشي. يعني اعملوا شير يا جماعه اللايف ده عشان الناس تستفاد اكتر. هنا فكره الباتري، البطاريات طبعا بتاعه الموتوسيكل ده من شركه كلورايد، كلها ليثيوم فوسفات. طبعا ليثيوم فوسفات احنا عارفين التكنولوجي بتاعتها قويه جدا، والعمر الافتراضي بتاعها قوي جدا، وغير ان هي بتستحمل الصدمات. يعني لا قدر الله لو حادثه كبيره في الموتوسيكل، ربنا يبعد عن الناس السامعه كلها، البطاريات الليثيوم فوسفات هي بطاريات امنه اكتر. الحاجه الجميله كمان ان البطاريات دي، انت اي حد بيشتري عربيه كهرباء او موتوسيكل كهرباء، معظم المشاكل اللي احنا بنشوفها دلوقتي الناس اللي هي اشترت سكوتر كهرباء على الجروبات بتاعه الموتوسيكلات، ما يا جماعه انا عايز بطاريه للسكوتر موديل 2017 مش عارف ايه كام كيلو او كام فولت. دي المشاكل اللي احنا بنواجهها دلوقتي، علشان كانت تكنولوجي البطاريات زمان كانت تكنولوجيا قديمه. النهارده التكنولوجي دي حديثه، بطاريات ليثيوم فوسفات. فالموضوع بالنسبه لك انت مش هتشتري حاسه البطاريه، لا انت يا باشا الموتوسيكل يقعد معاك 10 سنين 5 سنين، انا بشتري الشاسيه بس، مفيش ولا هنا موتور ولا في فتيس ولا في شكمان ولا في صيانات. انت هتوفر تقريبا 70% 30%. هو ده ده سؤال مهم اللي هو بكام بقى يا جماعه؟ انا استفدت ايه؟ انا وفرت 30% غير الصيانات، 30% يعني من البنزين في استهلاكي في الكيلو متر الواحد. لو الكيلو متر بيقف عليها مثلا بجنيه، فانت وفرت 30% بقى بيقف عليك ب 70 قرش، غير انك الصيانات. وفرت بقى الزيت والصيانه والكلام ده كله، وهنحافظ على البيئه بتاعتنا. فالتحضر الاخضر ده طبعا مبادره سياده الرئيس مهتم بيها جدا. الواحد اتبسط من المكان اللي هو فيه النهارده، ان الفكر عندنا في مصر اتغير خلاص. العربيات الكهرباء او الطاقه النظيفه بقت امر واقع، فخلاص دلوقتي بقت كل الشركات تتجه. امبارح طبعا شفنا سياده رئيس الوزراء فتح شركه شيفت اي في. الشركه دي بتحول البطاريات او بتحول عربيات البنزين لعربيات كهرباء. فاحنا الموضوع، بصوا يا جماعه انا عايز اوريكم ببساطه، يعني ده موتوسيكل شعبي مع احترامي طبعا للناس كلها والناس كلها فوق دماغي، ده موتوسيكل بتوع معظم الدليفريه والناس اللي بتشتغل اوبر وكريم عليه. فاحنا الطبقه دي احنا موجوده كتير عندنا في مصر، وربنا يرزق الناس كلها. فالموتوسيكل ده النهارده انت بتجيبه مثلا لو انت عايز تشتريه من التاجر، انت ممكن تشتريه تقول له انا عايز موتوسيكل هعمله تبع شركه بلو اي في، فانت التاجر عارف بيعمل ايه، بيديك الموتوسيكل فاضي بجرابه من غير اي حاجه بموتور كهرباء بس فقط ورقم شاسيه. وده بيوفر عليك بقى، يعني الراجل اللي كان بيشتري الموتوسيكل ده ثمنه مثلا 26 27 الف جنيه هيبقى ارخص من كده بنسبه كبيره. يعني طبعا احنا ما عندناش ارقام رسميه، بس بنتكلم في 30% برضه توفير في سعر الموتوسيكل المبدئي. ده غير ان انت تقدر تحول موتوسيكلك لو الموتوسيكل نفسه عندك. الكلام بقى حاجه ثانيه، اسالك سؤال يا احمد معلش، برضه هتلاقي السؤال ده اتسال دلوقتي. لو انا معايا موتوسيكل بنزين هقدر احوله كهرباء ولا لا؟ بالظبط، هنقدر ولا لا؟ نقدر نحوله. هي يعني الفكره ان انت يا اما تيجي بالموتوسيكل بتاعك نحوله للموديل ده ويبقى كهرباء لو عايز تستخدم موتوسيكلك، او عايز تروح تشتري موتوسيكل جديد. وفي بقى كمان الجميل فيه انه بالتقسيط، اما دي حاجه تدخل من جامده على جدا. الابلكيشن تملى البيانات بتاعتك بتاخد عليها موافقه وقتيه من على في الابلكيشن نفس اللحظه يا جماعه انت بتاخد يعني الكونفيرم في نفس اللحظه اللي انت بتدوس عليها بالزرار، سواء مع فاليو او سواء مع اي حاجه ثانيه مع كونتاكت. الحاجات دي كلها موجوده وهم اوريدي متعاقدين معاهم. الجميل بقى في الموضوع ان هم عاملين 60 محطه زي دي ب 11 بطاريه، يعني هتخدم 660 موتوسيكل في نفس اللحظه. انتوا متخيلين؟ يعني متخيلين رقم 660 موتوسيكل هيشحنوا في نفس اللحظه او هيبدلوا بطاريتهم في نفس اللحظه، وبعديها بساعه 660 موتوسيكل تاني هينقلوا ويغيروا بطارياتهم. فاللي هو رقم كبير جدا. ده في اول سنه. ان شاء الله السنه الجايه يبقى عندهم خطه في الانتشار اكتر، حوالي 250 محطه. اضرب بقى 250 محطه في 11 بطاريه هتطلع لك الاكس ده. فالاكس ده هو هيخدم عدد الموتوسيكلات في لحظه واحده. فاللي هو يعني مش عارف اقول لكم بصراحه، الواحد مبسوط
شركه قويه ان شاء الله. استنوها وقريبا جدا هتبقى في السوق المصري متاحه، وتقدر انك بعد شويه هنعلن وقت انك تنزل الابلكيشن تقدر تستخدم الخدمات بتاعتها، وان شاء الله هتوفر على عايز اقول بس البطاريات المصريين كتير قوي يعني. دي يا جماعه البطاريات الليثيوم فوسفات دي البطاريه اللي راكبه في الباتري الكبيره، بطاريات كلها ليثيوم فوسفات، علشان الناس بس ما تفتكرش ان البطاريه اسيد هم مخبينها جوه بطاريات ميه والقصص دي، لا البطاريه اهي ليثيوم فوسفات. الليثيوم فوسفات دي بتستخدمها BYD في صناعه البطاريات بتاعتها، يعني احدث تكنولوجي بطاريات موجوده. وانت كده كده اصلا مش هيهمك اصلا البطاريات، فانت كده كده البطاريه مش بتاعتك، انت بتأجر البطاريه بس او بتعمل باقات. الحاجات دي كلها هنتكلم عليها، بس اعملوا شير لللايف ده وفيدوا الناس، ولو حد عنده اي سؤال يكتب لنا في الكومنتات تحت. وبالتوفيق بجد، الخطوه جميله، ان شاء الله هيبقى الشغل او هيبتدوا ينزلوا السوق بتاعنا من اول 3 صح؟ لا لسه يعني، هو ده التواريخ دي هتتحدد، بس يعني بنتكلم ان هي السنه دي في النص الاولاني من السنه دي ان شاء الله هيتلونش المشروع ده. وطبعا اكيد توني هيعلن عن الافتتاح بتاعه ان شاء الله، ده شرف ليا كبير. بالتوفيق يا جماعه، وخطوه حلوه. الناس اللي هي بقى مهتمه بالدليفري او مهتمه بسواقه الموتوسيكلات، انت هتوفر فلوس كتير جدا غير مصاريف الصيانه.